السلام عليكم اعزائي متابعي قناه المزرعه تي في، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم غنهضروا على تربيه اغنام السردي وكيفاش انا مشروع تربيه الاغنام السردي ولا من المشاريع المربحه جدا، خصوصا في هذه الاعوام الاخيره يعني الماضيه، ولا مشروع مربح. وكذلك فمشروع مربح لا نعني به انه مشروع مربح غيجيو هكا وغادي يربحوا، ولكن هو واحد المشروع اللي الا بدلتي ليه الشروط ديالو وفرتي الظروف الملائمه ووفرتي القطيع المناسب وكذلك السلاله المناسبه، يعني وفق المواصفات المناسبه، فطبيعه الحال غيكون واحد الربح اللي هو ربح معقول، ربح جيد. وكذلك ماشي هو واحد الربح اللي هو ربح سهل، ولكن الربح اللي غيكون ناتج على الاهتمام والمراقبه، وكذلك الاهتمام بالاعلاف وبالاعلاف المركبه والاعلاف الخضراء والاعلاف اليابسه. هذا من جهه اخرى غنهضروا على السلالات السرديه. اشنو هي سلالات السردي؟ السلالات السرديه هي من السلالات الموجوده في المغرب. كنعلموا ان المغرب كتوجد فيه تقريبا واحد 5 سلالات اللي هي معروفه، اللي هي اساسيه، يعني السردي، تيمحضيط، بنيكيل، الصفراء ديال بجعد، وكذلك سلالات الدمان. فبالنسبه لسلالات السردي، هاد السلاله كان الغرض ديالها هو توفير اللحم. هي ماشي سلاله حلوب، ولكن سلاله اللي كتوفر يعني اللحم والصوف. الوزن ديال المواليد ديالها عند الولاده، فالخروف او الخروفه عند الولاده تيكون الوزن ديالهم ما بين 2 إلى 4 كيلو في المولود. وكذلك فهي واحد السلاله اللي كتولد ما بين 1 و 2، يعني هذا المتوسط ديالو. هو يمكن لينا نلقاو بعض المرات اكثر من هذا العدد، ولكن على الغالب فواحد او 2 هذه هي السلاله، هذوما المواليد اللي كيتولدوا من خلال في سلاله السردي عند كل ولاده. بعكس يعني سلالات اخرين اللي غنهضروا عليهم في فيديو اخر بحال الدمان، شحال كيولدوا ملي نوصلوا لهم ان شاء الله. الوزن فهو المتوسط ديال الوزن فهو تقريبا من 70 حتى ل 120 يعني 120 كيلو. هذا متوسط ديال الوزن. ممكن يتعدى الخروف ديال السردي هذا الوزن، هذا ممكن يتعدى اكثر من هذا الوزن الى توفروا لي بعض الشروط الملائمه. وكذلك الطول ديال الذكور ديال الخرفان ديال سلالات السردي فهو من 80 حتى ل 90. هذا المتوسط من 80 ل 90 سنتيمتر بالنسبه للذكور، ومن 55 ل 65 سنتيمتر بالنسبه للاناث. هذه السلاله هذه اذا توفرت لها العنايه اللازمه والاهتمام الكافي، فهي طبيعه الحال واحد السلاله اللي غادي تنتج. وكذلك فسلاله السردي معروفه بالغلاء ديالها بانها سلاله غاليه ومطلوبه جدا نظرا للحجم ديالها. وكذلك هذه السلاله هذه ولات الدوله كتهتم بها من خلال الجمعيه الوطنيه لمربي الاغنام والماعز، وكتدعم المربين ديالها. هذا بالنسبه للفيديو ديال اليوم، غادي نكمل ان شاء الله الفيديو القادم، ترقبوه ان شاء الله. هذا بالنسبه للفيديو ديال اليوم. اما بالنسبه للفيديو ان شاء الله القادم، فالفيديو القادم غنهضروا فيه على عدد رؤوس الاغنام اللي غادي نقدروا اننا يبدا بها المبتدئ ان شاء الله في الفيديو القادم.